نعم جمعت بعضها. فما هي شيخي؟ أنا جمعت بعض الآيات التي في التوحيد. يعني مثلا ينقلون عن علي رضي الله عنه أنه قال: أنا الأول وأنا الآخر وأنا الظاهر وأنا الباطن وأنا وارث الأرض. وهذا في رجال الكشي. وأنت تعلم أن الله تبارك وتعالى يقول: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وعن علي أيضا أنه قال: أنا عين الله، أنا يد الله، أنا جنب الله، أنا باب الله. وهذا في أصول الكافي الجزء الأول صفحة 45 و100. في عندك رواية يقول عن أبي حمزة عن أبي جعفر اللي هو الباقر قال: سألته عن قول الله لنبيه: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. آية واضحة جدا. قال تفسيرها، شوف التفسير: لئن أمرت بولاية أحد مع ولاية علي من بعدك ليحبطن عملك. يعني لئن أشركت بالولاية، ليس أشركت بالله. جميع آيات الشرك تقريبا جعلوها الشرك في الولاية. لئن أشركت أي في ولاية علي، وليس في الإشراك بالله تبارك وتعالى. وهذه عفوا في تفسير القمي. كذلك في تفسير العياشي يقول عن الرضا عليه السلام قال: إذا نزلت بكم شدة فاستعينوا بنا على الله، وهو قول الله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال أبو عبد الله: نحن والله الأسماء الحسنى الذي لا يقبل من أحد أو لا يقبل من أحد إلا بمعرفتنا. قال: فادعوه بها. وهنا عن سماعة ابن مهران أيضا في تفسير العياشي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: العمل الصالح معرفة الأئمة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا التسليم لعلي، ولا يشرك معه في الخلافة من ليس له ذلك. يعني ولا يشرك بعبادة ربه أي بعبادة علي، ربه هو علي، لا يشرك بعلي أحدا في الولاية. عن أبي الجارود عن أبي عبد الله عليه السلام، وهذا في تفسير القمي يقول، أو عفوا في كنز الفوائد، كنز جامع الفوائد، يقول عن أبي عبد الله في قوله تعالى: أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. قال: أي إمام هدى مع إمام ضلالة في قرن واحد. أإله مع الله، إمام هدى مع إمام ضلالة، فالله هو الإمام. تعالى الله عما يقولون. نعم. وهذا عن أبان بن تغلب قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا أبان، أترى أن الله عز وجل طلب من المشركين زكاة أموالهم وهم يشركون؟ لأن الله يقول: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. كيف يحاسبهم على ترك الزكاة وهم مشركون أصلا؟ يقول هكذا يعني يلبس. قلت له: كيف ذلك جعلت فداك؟ فسره لي. فقال: فويل للمشركين الذين أشركوا بالإمام الأول وهم بالأئمة الآخرين كافرون. يا أبان، إنما دعا الله العباد إلى الإمام فإذا آمنوا بالله وبرسوله افترض عليهم بعد ذلك الفرائض. يعني هذا عبث في تفسير القرآن الكريم، يعني لجعلها فقط في الأئمة. فجميع آيات الشرك تقريبا زين، يعني وكان الكافر على ربه ظهيرا، وكان الكافر على ربه ظهيرا. يقول الكافر هو عمر وربه هو علي، وكان عمر على علي ظهيرا. وكان الكافر أي وكان عمر على ربه وهو علي ظهيرا، أي آذى عليا. يعني عبث في القرآن الكريم. كل هذا من باب يعني الغلو في من يدعون أنهم أتباع لهم، وأظن ذكرنا أنهم بريئون منهم لا شك. أي نعم. نسمع، ولعلي أختم بذلك، نسمع عبد الحسين، عبد الزهراء يتسمون بهذه الأسماء، ونحن لم نسمع عن قدمائهم أنهم تسموا بهذه الأسماء. نعم، هم يعني يبررون، يقول عبد الحسين يعني خادم الحسين، عبد الزهراء يعني خادم الزهراء. طيب وين تخدمها؟ الزهراء توفيت رضي الله عنها، والآن تنعم في جنات النعيم، ما هي حولك، تخدمها في ماذا؟ لما يقال خادم كذا يعني يخدمه ويقوم بشؤونه. صحيح. أنت تخدم من؟
اخدم الأحياء، اخدم أولادهم ذريتهم الآن. عندما تقول أنا عبد الحسين أي خادم الحسين، تخدمه بماذا؟ ثم إذا يعني قبلنا هذا، أن عبد الحسين يعني خادم الحسين، وعبد علي يعني خادم علي، وعبد الزهراء يعني خادم الزهراء، إذا الصبي اللي في بيتك عبد خالد، والصبي اللي في بيتي عبد عثمان، وسايس الخيل عبد الحصان. ولا ننكر على المسيح والنصارى يقول عبد المسيح، وتضيع. أين عبد الله وعبد الرحمن وعبد الكريم؟ أين هذه الأسماء؟ ذهبت. ثاني سؤال، علي بن أبي طالب ما كان عنده تلاميذ؟ الحسن عنده تلاميذ، الحسين، علي بن الحسين، الباقر، الصادق، وهكذا. أعطوني واحد منهم كان عنده تلميذ اسمه عبد علي، ولا عبد الحسن، ولا عبد الحسين. هذه كتب الرجال موجودة، كتب التاريخ موجودة. نريد طلعوا من كتب التاريخ، زين، وهذول كانوا أقرب إلى الأئمة، وكانوا فعلا يخدمونهم، يعني يخدمونهم واقعا، يعني يدعونهم طبعا، يخدمونهم واقعا. أعطوني واحد، زرارة عنده ولد اسمه عبد جعفر، عنده ولد اسمه عبد جعفر، ما سمعت أنا. أو بريد معاوية عنده ولد اسمه عبد الباقر، ولا عبد محمد. يعني هل سبقهم إلى هذا أحد، ولا هذه أمور مستحدثة ضحك عليهم إبليس فيها في هذه الأيام؟ وطالما أنك ستختم بهذا، أنا سأختم لك بقصة. هذا أحدهم رجل عامي بسيط عامي، جاءه جاره واسمه عبد الزهرة. فهذا عبد الزهرة يسأل هذا العامية، رجل كبير في السن، قال أبو فلان؟ قال نعم. قال من الصح، حنا ولا أنتوا؟ يا الشيعة ولا السنة الصح؟ طبعا هذا العامي البسيط قال له حنا الصح، حنا الصح. قال له الشيعي لماذا أنتم صح ونحن غلط؟ يعني ما الدليل على هذا؟ هم شيبان بسيطين يعني يتكلمون. قال لماذا؟ قال أنا أقول لك، حنا لا انتسبنا، يقول له، والحنا لا انتسبنا عبد الله، عبد العزيز، عبد الرحمن، عبد الكريم، عبد اللطيف، ننتسب فوق. الله أكبر. أنتوا لا انتسبتوا عبد الحسين، عبد النبي، عبد الرسول، عبد الزهرة، ناس بقبورها، حنا فوق وانتوا تحت. العزة لله. يقول حنا فوق. يقول ظل هذا ينظر إليه الشيعي، يطالع شيء، قال له والله صدق. الجمل صحيح. والله صدق. فالقصد أن هذه التسميات لا شك أنها باطلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. الأئمة ما تسموا بهذا، ما سموا أولادهم بهذا، ولا تلاميذهم سموا أولادهم بهذا، ولا عرف هذا إلا في العهد الحديث. ضحك عليهم وعمموهم وقالوا أنتم خدمة آل البيت، فأنت عبد علي، وأنت عبد الزهرة، وأنت عبد الحسين، وأنت عبد الحسن، وأنت عبد الباقر، وأنت عبد السادة، وأنت عبد المهدي. طيب، وأتوهم بهذه الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان، بل هي من تزيين الشياطين لهم للتعبد لغير الله تبارك وتعالى. فجمعوا الشرك من كل جوانبه، والله المستعان. وأسأل الله لهم الهداية. آمين. كلمة ختامية شيخ الكريم. كلمة ختامية، أقول ما بدأنا به، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنا أنصح جميع المسلمين، وأخص الشيعة لكثرة ذلك عندهم، أنصحهم أن يقرأوا القرآن قراءة متدبر، وأن ينظروا في كتاب الله تبارك وتعالى، وأن الله ما أمر أن يعبد إلا هو، فلا تخافوهم وخافوني إذ تستغيثون ربكم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فصل لربك وانحر فاسجدوا لله واعبدوا. فهذه الآيات وهذه النصوص كلها تدل على أن الإنسان لابد أن يعبد الله وحده سبحانه وتعالى، والله الذي لا إله إلا. يعني احذروا من أن يصدق عليكم قول الله تبارك وتعالى هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشية
عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تعذبون أنفسكم بالضرب بالسلاسل ولعلكم تحبون آل البيت ولكنكم لم تسلكوا الطريق الصحيح. اسلكوا الطريق الصحيح، طريق القرآن. دعوا عنكم هؤلاء المعممين الذين يضلونكم عن علم، وارجعوا إلى كتاب الله، اقرأوا قراءة متدبر، ليقف كل واحد منا وقفة الصدق مع الله تبارك وتعالى ويقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو، من سأل الله تبارك وتعالى بهذه المسألة صادقا من قلبه والله ليهدينه الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. من سأل الله صادقا وقصده وقال: اللهم اهدني، اللهم اهدني، اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، والله ليهدينه الله. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فأنا أدعو نفسي وأدعو جميع المسلمين أن نكثر من قراءة كتاب الله ومن تدبره وفهمه والعمل بما فيه، وأن ندع عنا هذه الأمور الشركية التي هي مزلة قدم ومضيعة دين وهلاكم في الآخرة. وإياكم إياكم إياكم أن تقولوا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. وإياكم أن تقولوا كما قال غيركم: ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فالقصد أن الإنسان عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يرجع إليه وأن ينظر في حاله وأن ينظر إلى الحكمة التي خلقه الله لأجلها. ما خلقك الله لتعبد عليا ولا لتعبد الحسن ولا لتعبد الحسين، وإنما خلقك لتعبده. هو الذي رزقك، هو الذي خلقك، هو الذي أعطاك، هو الذي أعطاك سمعك وبصرك وعقلك وغير ذلك سبحانه وتعالى. فالله يرزق ويعبد غيره، فهذا لا يعقل ولا ينبغي أن يكون، والله المستعان. نسأل الله أن يجعل لها آذان صاغية وقلوب واعية، وأن يرزقنا وإياكم الحق ويريناه ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه.